لاعب جزائري اعتنق دين المسيحية. من هو؟ إنه اللاعب مدحي لحسن. اسمه الكامل مدحي جوزيبي غريغوري لحسن، من مواليد 15 مايو 1984 في باريس الفرنسية. لحسن لاعب كرة قدم من أب جزائري وأم إيطالية، أصله من ولاية تيارت. يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى الإسباني ختافي في مركز متوسط دفاع، كما يجيد اللعب في مركز الوسط المحوري والأيسر. التحق بالمنتخب الجزائري وشارك في عديد المباريات التاريخية ضمن تصفيات كأسي العالم ل 2010 و2014. وقد عرف التحاق مدحي لحسن بالمنتخب مسلسل من الرفض والتردد والتراجع إلى القبول. بدأ بدعوة كافالي المدرب السابق للمنتخب الوطني، وحينها لم يكن يملك مهدي لحسن جواز سفر جزائري بعد، ثم أعيد استدعاؤه من طرف الناخب الوطني الأسبق رابح سعدان قبل كأس إفريقيا 2010 بأنغولا. وكان اللاعب مترددا في القبول، خاصة بعدما صرح العديد من اللاعبين الجزائريين بأنهم لا يرغبون في قدوم أي لاعب حفاظا على الاستقرار، ولأنهم هم من عملوا لأجل هذا التأهل إلى كأس الأمم وكأس العالم. ما جعل اللاعب يتراجع ويعتذر بأن زوجته ستضع مولودا. وكانت الحلقة الأخيرة هي بمثابة النهاية السعيدة حين قبل الدعوة في مواجهة صربيا الودية بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية.